النجاح الحقيقي والفوز بالدنيا والآخرة بأن نرجع إلى ديننا بحق وصدق ونسير بسير سلفنا، وأن نتذكر تاريخنا العظيم وثقافتنا الواسعة التي أخذت زبدة الثقافات والعلوم والمعارف فأنشأت جيلا عظيما وأمة عظيمة. لا يزال المنصفون من الأعداء والأحباء ينظرون إلى هذه الأمة نظرة إجلال. حاول الغرب أن يصور الإسلام بأنه دين البداوة ودين الجهل ودين محاربة العلم والمعرفة فترة من الزمن، لكن انكشفت الحقائق وعرف المنصفون والصادقون أن الإسلام ليس كذلك، بل الإسلام دين المعرفة ودين العدل ودين الإنصاف. أنشأوا الإرهاب والإسلام بريء من الإرهاب. منشئوا الإرهاب هم أعداء هذا الدين، أنشأوا أنواعا مما فيه دمار لهذه المجتمعات الإنسانية. عرف المنصفون أن كل دمار أنشئ في الأرض إنما مصدره ومنبعه هم أعداء هذا الدين، وكل سلام ووئام وعدل وإنصاف وكذلك معاني الخير لهذا الإنسان إنما يأتي من أهل الإسلام الذين لم يكن في تاريخهم الأبيض إلا صفحة بيضاء نقية مليئة بالخير والعطاء والبذل والنقاء، ما هو شاهد لرفعة ورقي أهل الإسلام وصدقهم وصفائهم. فلذلك أيها المسلمون عباد الله، نحن بحاجة للرجوع إلى دين الله عز وجل بحق وصدق، لأن نتمسك بدين الله جل وعلا عقيدة وعبادة ومنهاجا وسلوكا، أن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا وإمتنا، بذلك نرجع إلى قوتنا. وها نحن نرى بفضل من الله سبحانه وتعالى عود هذه القوة برجوع الناس وإقبالهم لتعلم العلوم الصافية النقية وما كان عليه سلف الأمة. ظهرت آثار هذه القوة وهذه العلوم، بينما يعبث العابثون ويعرض الجاهلون يجتهد المجتهدون المقبلون على أنواع العلوم والمعارف، ما يكون به إن شاء الله إعادة العزة لهذه الأمة. والأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقوله حق، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أنه لن تقوم الساعة حتى يدخل هذا الدين كل بيت حجر ومدر، يعز الله عز وجل به الإسلام وأهله ويذل الله عز وجل به الشرك وأهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.